من حوالي 3 4 شهور كنت بتكلم مع صديقه ليا من دوله المغرب. هي عندها الشغل الخاص بيها، هي عندها شويه قنوات اجنبيه هي بتديرها، انا عندي شويه قنوات اجنبيه انا بديرها، وبنزي نتبادل الخبرات لحد ما اتفقت انا وهي ان احنا نعمل زي شغل مشترك ما بيننا، ان انا وهي نعمل قناه احنا الاثنين نديرها. فهي اقترحت عليا فكره عبقريه ان احنا نعمل قناه طبخ، والقناه الطبخ الاجنبيه دي اللي هتكون موجهه للاجانب يكون فيها طبخات عربيه، طبخات بقى مصريه، طبخات مغربيه زي الملوخيه زي الباميه كمصري وكمغربي. وده طبعا لان الاجانب اساسا بيحبوا يجربوا كل شيء جديد. اتفقنا على الفكره وعرفنا هننفذ الموضوع بشكل عامل ازاي. وبعد ما عملنا القناه واخترنا اللوجو واخترنا الديسكريبشن وعملنا تهيئه كامله للقناه، للاسف انا اتشغلت فقلت لها للاسف هسيبك انت تكملي. طبعا انا الفضول بتاعي جابني ان بعد 3 4 شهور افتح القناه واشوف هي وصلت لايه. من هنا بقى انا اتصدمت لان لما فتحت القناه لقيتها عامله فيوز محترمه جدا، وفي نفس الوقت القناه عليها اعلانات، يعني القناه انضمت لبرنامج شركاء يوتيوب، والموضوع ناجح جدا. الموضوع من كتر ما هو عجبني انا هقدمه لك، لكن ما حدش يجي يقول لي وريني القناه، لان انا مش هينفع اخلي حد يزاحمها بطريقتها. انا هشرح لكم الموضوع بطريقتي انا، واخليك تحترف ويبقى عندك قناه اجنبيه ناجحه جدا تستهدف فيها وتشتغل فيها مع الاجانب وتزاحم الاجانب في مجالهم، وازاي تبقى شيف حرفيا وناجح جدا في المجال ده. يلا بينا نخش نشوف التفاصيل كامله. عايزك تركز معايا عشان كل حاجه ان شاء الله هنعملها في الفيديو ده بالذكاء الاصطناعي. يعني انت مش محتاج تبقى عارف ولا كلمه اجنبيه ولا حرف انجليزي، كل حاجه هنتعلمها ان شاء الله في الفيديو ده من الابره للصاروخ. عشان كده الفيديو مدته كبيره، لو وراك اي حاجه اركنها لان الفيديو ده مفيش اهم منه. الفيديو ده اهم فيديو في السلسله، وقد يكون من اهم الفيديوهات اللي انا قدمتها طول حياتي. طيب تعالى اوريك النتيجه في الاول قبل ما نبدا نعمل اي حاجه. Prepare the stock and chicken the زي ما انت ما base of شايف دي everything. النتيجه، زي ما انت ما شايف كل ده احنا عملناه وبنعمله بالذكاء الاصطناعي. الطشه تعطي مدته 5 دقائق و17 ثانيه زي ما انت ما شايف. طيب خليني اوريك كمان التقديم النهائي بتاع الملوخيه. كده احنا معانا صوره، معانا فيديو جاهز، معانا محتوى للفيديو، معانا قناه احترافيه مهيئه بشكل كامل لمحركات البحث. انا ناقص اشتغل مكانك قسما بالله يعني. طيب في البدايه انت محتاج جوجل، يا اما محتاج حد بيعرف يعمل ملوخيه، عشان احنا هنساله على شويه مصطلحات احنا كرجاله يعني ما بنفهمش فيها قوي في الطبخ. خلينا مع جوجل لو ما لقيناش حد ينفعنا يعني. هروح اقول له طريقه عمل الملوخيه، ليه في يقول لك الخطوات العمليه لعمل الملوخيه. بيقول لك اولا تحضير المرقه والدجاج. طيب بعد كده هنروح لعمنا شات جي بي تي ونبتدي نكتب له الاسطمبه الثابته دي. اكتب لي برومت لانتاج صور بالذكاء الاصطناعي اقوم فيها بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه ده الاسطمبه الثابته، وفي هذه الخطوه اقوم بتحضير المرقه والدجاج، اللي هي الكلمتين دول، اقوم بتحضير المرقه والدجاج. عشان شات جي بي تي يفهم الكلام بتاعي كل كلمه انا بكتبها له بتفرق. يعني الملوخيه المصريه اللي انا عرفته ان في ملوخيه مصريه وملوخيه عراقيه والكلام ده كله، فانا كتبت له الكلام الحلو ده هتلاقيه على طول عمل لك البرومت الاحترافي ده. طيب انا هاخد البرومت ده كده كوبي، وهروح لموقع لانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي. هروح اخد البرومت ده واروح لاي موقع. انا هستخدم موقع صوره دوت شات جي بي تي، ده الموقع اللي انا هستخدمه. فهروح اعمل تسجيل على الموقع بالايميل بتاع جوجل عادي جدا، وبعد كده هحط له ديسكرايب يور ايمج، هحط له البرومت هنا. مجرد ما احط له البرومت هنا بالشكل ده واضغط على انتر او اضغط على كرييت ايمج، هلاقيه عمل لي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، الصوره دي او الصوره دي في تحضير الملوخيه. هبتدي انا اختار الصوره اللي انا عايزها وابتدي احفظها على التليفون او الكمبيوتر بتاعي، وليكن مثلا الصوره دي. اضغط على ال3 نقاط دول وبعد كده هضغط على داونلود، ويبقى انا كده حفظت المشهد الاولاني اللي انا عملت فيه تحضير للمرقه وان انا سلقت اللحمه او الفراخ او الكلام ده كله. خش على البرومت الثاني اللي هي في الخطوه الثانيه اللي هو بيقول لي تحضير الملوخيه، انك بتغسل ورق الملوخيه. فاروح لعمك شات جي بي تي اللي بينقذنا وهنروح نقول له اكتب لي برومت لانتاج صور بالذكاء الاصطناعي اقوم فيها بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه. قلنا ان دي الاسطمبه الثابته اللي هو بتقول له فيها اكتب لي برومت لانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي اقوم فيها بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه. انت بتقف هنا وبعد كده بتشوف ايه؟ اقوم بتحضير الملوخيه واخلط الملوخيه مع المرقه الساخنه وقلبها جيدا، اللي هو الكلام اللي جوجل اداهولنا، اللي هو ده اللي هو انا خدته ده واديته وكملت على الاسطمبه بتاعتي. وبعد كده هلاقيه عمل لي جينيريشن للبرومت بتاعي. تمام، هو ده البرومت الثاني بتاع المشهد الثاني. فانا هاخد البرومت بالشكل ده كوبي، وبعد كده هنروح لصوره دوت شات جي بي تي وكالعاده هكتب له البرومت، وزي ما انت مش شايف هو ده البرومت الثاني. كل اللي انت هتعمله هتبتدي تحط البرومت هنا، هينتج لك صوره زي دي. يعني انا هبتدي اختار صوره من الاثنين دلوقتي دي. انا شايف ان هو ايده هنا باينه، فانا هستخدم الايد في التحريك والكلام ده كله، فهختار الصوره دي. هبتدي اضغط على النقاط بالشكل ده وكالعاده هبتدي اضغط على داونلود. يبقى كده انا حفظت الصوره الثانيه او المشهد الثاني. كده انا محتاج المشهد الثالث
اللي هو هنا بيقول لي فيه تحضير التقليه. انا عرفت ان التقليه دي او الدمعه دي عرفت ان هي طشه، يعني انا سالت، يعني ما علينا، يعني انا سالت. فهروح اكتب لي برومت لانتاج صوره بالذكاء الاصطناعي اقوم فيها بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه قلنا ان ده البرومت الثابت. وفي المقلاه سخن السمن وضع الثوم والكزبره المفرومه وقلب حتى يصبح لونها ذهبي، وهي طشه الملوخيه المصريه اللي هي الطشه اللي بيشهقوا لها. يعني انا معايا جوجل وده بيساعدني. هو في المقلاه سخن السمن وضع الثوم والكزبره المفرومه وقلب حتى يصبح اللون ذهبي والكلام ده كله. اسكب الدمعه الساخنه فوق الملوخيه. هتلاقيه بعد كده عمل لك برومت، وهتلاقيه حتى كاتب لك كلمه طشه هنا اهي اللي هي الطشه، عشان انا قلت له وهي الطشه بتاعت الملوخيه المصريه. هاخد الكلام ده كالعاده وهرجع لموقع صوره واكتب له نفس الكلام، تمام. هلاقيه عمل لي الصوره بتاعت الطشه زي ما انت ما شايف. لو ضغطت عشان ااكد لك ان هو نفس البرومت اهي، كلمه طشه اهي، هو نفس البرومت كالعاده. هناخد البرومت كوبي ونحطه هنا في الديسكربشن، هينتج لك الصوره زي ما احنا ما شايفين. هي نفس الخطوات. طيب انا المفروض ان انا بختار دلوقتي واحده منهم. انا مثلا شايف ان دي كويسه، فابتدي اضغط على المكان ده النقاط دي، وبعد كده هضغط على داونلود عشان احفظ الصوره الثالثه. تمام، دلوقتي انا حفظت الصوره الثالثه. انا المفروض دلوقتي لو رجعت لجوجل هلاقي ان قلب الملوخيه مع الدمعه جيدا قبل التقديم. فهرجع لموقع شات جي بي تي وهقول له اكتب لي برومت لانتاج صوره بالذكاء الاصطناعي اقوم فيها بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه اسكب الطشه فوق الملوخيه. هو خلاص فهم بقى كلمه الطشه، ماشي. وبعد كده هاخد البرومت بالشكل ده كوبي، وهرجع لموقع صوره وابتدي اكتب له البرومت هنا عشان ينتج لي الصورتين دول. زي ما انت ما شايف هو بيسكب الطشه على الملوخيه، وكده الدنيا ايه كده، الملوخيه 10 على 10. والله العظيم هي صور تجوع اساسا. هروح اختار صوره منهم عجبتني، وليكن مثلا الصوره دي، وابتدي اضغط على النقاط دي، وبعد كده هضغط على داونلود عشان احفظ الصوره الرابعه. كده انا معايا 4 صور. الاربع صور دول اقدر اعمل بيهم الفيديو بتاعي. طبعا هو في الخطوه الاخيره لو لاحظنا هنلاقيه بيقول لك قدم الملوخيه فورا، هي خلاص خلصت كده. هنا حتى لو رجعنا لشات جي بي تي هيقول لك تحب اعمل لك برومت للتقديم النهائي للملوخيه مع طبق الرز الابيض والكلام ده كله. يعني هو الاثنين متوافقين مع بعض وفاهمين انا بعمل ايه. فهبتدي اكتب له نفس الكلام اللي هو اكتب لي برومت لانتاج صور بالذكاء الاصطناعي اقوم فيه بعمل وصفه لعمل الملوخيه المصريه، وفي هذه الخطوه اعمل برومت للتقديم النهائي الملوخيه معاها طبق رز ابيض ودجاج جنبها. بعد كده اضغط على انتر. تمام، هو خلاص كده كتب لي البرومت النهائي زي ما انت ما شايف. هبتدي انسخ البرومت بالشكل ده، وكالعاده هرجع لموقع صوره وابتدي احط له ديسكربشن هنا، امسح علامتين التنصيص بالمنظر ده، وبعد كده اضغط على انتر. تلاحظ ان هو بيعمل دلوقتي لود. يا نهار ابيض على الجمال، والله العظيم ريقي جري. ابتدي اختار اي صوره من الصور دول عشان احفظها، ويبقى ده المشهد النهائي بتاع التقديم، الملوخيه والرز والحتتين الفراخ الجامدين دول. وبعد كده هضغط على داونلود. انا كده معايا الخمس صور بالخمس مشاهد. دلوقتي انا جاهز عشان ابتدي احرك الصور دي واشتغل عليها واخليها فيديو حلو. طيب هستخدم موقع جروك، الموقع الممتاز المجاني. ببتدي اعمل تسجيل عادي جدا بالموقع بالايميل بتاع جوجل بتاعي. فما علينا، يعني بعد ما اعمل تسجيل هبتدي اروح اعمل برومت تحريك. يعني ايه برومت تحريك؟ بص، احنا محتاجين الصور تتحرك وتتحول لفيديوهات. عشان اقدر اعمل برومت تحريك عندك حاجه من اتنين، ممكن انا احطه لك تحت الفيديو على طول كده مباشر، او ممكن اقول لك انا عملته ازاي. وانا النهارده جاي بعلمك ازاي بتعرف تعمل البرومتات اساسا. فهروح لشات جي بي تي هقول له التالي، هقول له اكتب لي برومت تحريك الصور بس. هيبتدي يديك برومت تقدر تحرك بيه الصوره وتحولها لفيديو. هتبتدي تاخد البرومت ده وتاخده كوبي. بعد كده هنخش الموقع جروك، وبعد كده نبتدي نضغط على المكان ده ونختار اول صوره. هبتدي اختار اول صوره. بعد كده الصوره بيتعمل لها ابلود. بعد ما الصوره يتعمل لها ابلود هاخد البرومت اللي احنا عملناه بشات جي بي تي، قلنا بنجيبه ازاي، هحط لك كده تحت الفيديو. بس انا بفهمك المنطلق اللي الناس كلها بتشتغل بيه. انت بتقول له اكتب لي برومت تحريك صوره، بيبتدي يديك البرومت. بتاخد البرومت ترفع اول صوره احنا عملناها بصوره دوس شات جي بي تي، وبعد كده بتحط له البرومت اللي شات جي بي تي عمل لك ليه جنريشن وتحطه على جروك. وبعد كده بنضغط على المكان ده عشان يبتدي يحول لك الصوره اللي انت اديتها له لفيديو. هتستنى لحد ما يخلص ونشوف النتيجه مع بعضينا. على فكره هو جروك مجاني بالكامل، ما بيطولش. يعني بص واحنا بنتكلم هو خلص، هو خلاص يعتبر خلاص شبه بيخلص. هنستنى مع بعض عشان اعمل الصوره اللي هو عمل لنا جنريشن ليها كفيديو. بضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده بقول له ميك فيديو، اعمل لي الصوره دي فيديو او حولها فيديو. يعني ده بيبتدي يعملها لك فيديو، بيبتدي يعملها فيديو اهو في خلال ثواني، بيبتدي يعملها فيديو. هنستنى مع بعض لحد ما يخلص. ممكن تعمل الصوره فيديو او الصورتين اللي هو عملهم لك. هستنى لحد ما يخلص. تمام، هو كده خلص. لو تلاحظ ان ابتدى الفيديو يتحرك او الصوره تتحرك زي ما انت ما شايف، الصوره اتحركت وبقت فيديو. برضه هرجع على موقع جروك، وبعد كده هضغط هنا
وبعد كده ابلود فايل، وبعد كده هرفع المشهد الثاني، وعقبال ما المشهد يترفع هحط له البرومبت اللي احنا عملنا له تهيئه بشات جي بي تي. اهو ده البرومبت اللي شات جي بي تي اداه لنا، واللي انا هسيبه لك اسفل الفيديو اللي بيحرك الصور. هستنى لحد ما يخلص. تمام، هو خلص خلاص. بعد كده هضغط على انتر، ابتدي اختار اي صوره منهم. قلنا ان الصوره دي عجباني، هبتدي اضغط عليها كده، وبعد كده هضغط على كلمه ميك فيديو عشان يحول الصوره دي لفيديو. وعلى فكره هو كده بيقلد الصور اللي احنا عملناها من موقع صوره. يعني انت ممكن تاخد البرومبت من شات جي بي تي وتحطه على طول على جروك، هيديك نتيجه على فكره قريبه جدا 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 لدي. بس انا بفضل صوره شات جي بي تي اكتر من جروك. زي ما انت ما شايف النتيجه بروفيشنال خالص. يعني هبتدي عشان احفظها كالعاده هبتدي اضغط على المكان ده بتاع الداونلود. تمام كده انا حفظت الفيديو الثاني. بعد ما وصلنا للنتيجه الجميله دي المفروض ان احنا نعمل المشهد الثالث بنفس الطريقه. كالعاده هضغط هنا وبعد كده ابلود فايل، وبعد كده هبتدي ارفع الصوره الثالثه وهي كانت صوره الطشه. تمام، وبعد كده هبتدي احط له البرومبت هنا بالمنظر ده، البرومبت بتاع التحريك. تمام، مجرد ما الصوره اترفعت هبتدي اضغط على المكان ده عشان يبتدي يحولها فيديو، ينتج صوره مقاربه جدا، قد تكون مقاربه لنسبه 100% من الصوره اللي انا بعتها له، وفي نفس الوقت يبتدي يعملها فيديو. فما علينا من الصوره دي، هبتدي اختار الصوره دي هضغط عليها كده، وبعد كده هبتدي اضغط على كلمه ميك فيديو. بيبتدي زي ما انتم شايفين يحملها ويحولها للفيديو تحت. ابتدي اضغط على كلمه ميك فيديو عشان يبتدي يحولها فيديو. هستنى لحد ما يبتدي يحولها فيديو. تمام، هو حولها فيديو زي ما انتم شايفين. النتيجه جامده جدا. هو انا مش عارف ايدي بتعمل كده ليه. النتيجه عجباني، النتيجه عجباني زي ما انتم شايفين. برضو عشان احفظها بضغط على المكان ده عشان اعمل لها داونلود. كده انا معايا 3 فيديوهات، ناقص فيديوهين. الفيديو بتاع ان انا احط الطشه دي على الملوخيه، والفيديو بتاع التقديم. دلوقتي عشان اعمل الكلام ده هرجع كالعاده لجروك، وبعد كده هضغط على المكان ده ابلود فيديو، وبعد كده هختار الفيديو الرابع، بعد كده هختار الصوره الرابعه، وبعد كده هحط البرومبت واستنى لما يبتدي يحمل. بعد ما ابتدى يحمل خلاص الصوره اهي، ابتدي اضغط على المكان ده. تمام، هو دلوقتي بيعمل لي انتاج للصور الاول. تمام، هختار اي حاجه من دول. هبتدي مثلا اختار دي، اضغط عليها كده على المكان بتاع ميك فيديو ده، هبتدي الاقيه بيبتدي يعمل تحميل. هستنى لما يخلص خالص ويحول الصوره دي لفيديو. انا متوقع ان الصوره دي هتبقى جامده. تمام، هو كده خلاص خلص. حلو قوي. زي ما قلت لكم متوقع ان النتيجه دي هتبقى جامده. طبعا الناس اللي هي بتفهم في الطبيخ وكده، انا مش عارف هي الطشه ده بيبقى شكلها ولا لا يعني بصراحه يعني. فابتدي اضغط على داونلود كده عشان ابتدي احفظ الفيديو ده. كده فاضل المشهد الاخير اللي هو احنا عملناه بموقع صوره اللي هو بتاع التقديم ده. فهرجع لموقع جروك، وبعد كده هبتدي ارفع له الصوره الاخيره اللي هي دي، وبعد كده هبتدي احط البرومبت بتاع التحريك. برضو حابب بقى تحط البرومبت بتاع التحريك المره دي، حابب تحط الصوره بس في المونتاج كده كده دي صوره التقديم يعني مفيش فيها انبهارات، عادي انت حر. بس يفضل ان انت تبقى ماشي على نفس الاسلوب والطريقه عشان تنتج فيديو احترافي بالكامل. تمام، بعد ما الصوره تترفع هضغط هنا. تمام، بعد ما ينتج الصور، انا معرفش مين ده اللي هم حاطينه لي، ما علينا من الصوره دي. هبتدي استخدم الصوره دي وابتدي اضغط على كلمه ميك فيديو. الله عليا، الله عليا، حقيقي حقيقي الفيديو تحفه، تحفه التحفه كمان. يا سلام على الذكاء الاصطناعي. تمام، هبتدي اضغط على المكان ده بتاع الداونلود، والفيديو اصبح مرضي جدا جدا ليا. كده انا معايا 5 مقاطع لطريقه عمل الملوخيه بالشكل كامل. ممكن ادمجهم بقى بالمونتاج. هبتدي اعمل الصوت دلوقتي بالذكاء الاصطناعي عشان استهدف الاجانب بالاي اي. عايز اعلق انا على الموضوع واعمل قناه عربيه مش قناه اجنبيه عشان يبقى الفيديو ما فيهوش ذكاء اصطناعي 100%. يعني انا دلوقتي لو علقت على الفيديوهات او المقاطع الصغيره دي هبقى انا املك كامل حقوقها بصوتي كمان. يبقى انت كده جامد، عامل قناه حرفيا احترافيه بالكامل لو علقت بصوتك. طب حابب تضيف الذكاء الاصطناعي برضو بصوتك، مفيش اي مشكله، ولكن يفضل ان انت تضيف لمسه صوتك. ولكن عشان احنا النهارده بنشرح ازاي تقدر تعمل قناه اجنبيه فهنستخدم الذكاء الاصطناعي. فهمت الفكره؟ طب يلا بينا. طيب بص بقى وركز معايا عشان الخطوه دي هي خطوه الطشه من الاخر. دلوقتي انا محتاج اطلع الكلام والوصفه بشكل دقيق جدا جدا وفي نفس الوقت باللغه الانجليزيه. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ كالعاده هنروح لعمنا شات جي بي تي، هنقول له تاني اكتب لي الخطوات بتاعه عمل الملوخيه دي. طب انا جبت الخطوات دي منين؟ اللي هي اولا وثانيا وثالثا ورابعا، كالعاده من الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها من على جوجل اللي هي الخطوات دي. فهبتدي اقول له في البدايه اكتب لي الخطوات بتاعه عمل الملوخيه دي، وبعد كده اروح حاطط له الكلام ده، حاطط له بيست كده. تمام، وبعد كده هقول له ايه؟ هقول له عاوز الشرح يكون بالتفاصيل في كل خطوه، ومحتاج الشرح يكون باللغه الانجليزيه، وعاوز الشرح يكون عن طريق سيده. ليه؟ هتفهم ليه؟ لان الستات في قنوات الطبخ بيبقى ليهم فاعليه اكتر. فهلاقي في 45 ثانيه شات جي بي تي ابتدى يعمل لي مقدمه عن الملوخيه. المهم يعني هلاقيه قسم لي الخطوات خطوه خطوه. دي الخطوه الاولانيه، دي الخطوه الثانيه، دي الخطوه الثالثه، دي الخطوه الرابعه. تمام،
ودي الخطوه الخامسه. جميل، انا مفروض دلوقتي كل خطوه بقسمها لمقطع معين من مقاطع الفيديو اللي احنا عملناها من شويه، بس احنا دلوقتي في خطوه انتاج الصوت. انتاج الصوت عشان اعرف انتج صوت احترافي هروح لموقع ميني ماكس، هعمل اكونت جديد على الموقع، هخش اسجل على الموقع، وبعد كده هروح على قسم الفويس، هبتدي اضغط هنا، وبعد كده هروح اختار من الجندر هنا كلمه فيميل، وابتدي اعمل سيلكت او يوز لاي صوت واحده ست من الصور دي، من الاصوات دي، ابتدي اسمعهم صوت كده واروح اشوف صوت يناسبني. فانا هاخد الكلام ده كده كله كوبي، تمام، وبعد كده هروح لميني ماكس، هختار القسم بتاع التكست ده واحط له الكلام بتاعي هنا بيست، وكالعاده زي ما قلنا في الفويس هختار صوت ليدي او واحده ست، ماشي. وبعد كده هبتدي اضغط على كلمه جنريت، بعد ما اضغط على جنريت هلاقيه ولد لي الصوت. طب انا هسمعك كده بسرعه وبعد كده هقفل عشان بس انا مش عايز ادخل الاصوات في بعضها. زي ما انت ما سامع كده هو ده الصوت اللي انت الصوت اللي احنا عملناه. طيب عشان احفظه بضغط على المكان بتاع الداونلود هنا، هلاحظ ان هو يبتدي يتحفظ كده. احنا حفظنا الصوت كده، انا جهزت للمقطع الاولاني الصوت الاولاني بتاعه، وعلى فكره مدته دقيقه 50 ثانيه، يعني دقيقتين. يعني انت هتعمل فيديوهات كبيره اهو، عشان ما حدش يقول لي انت بتعمل ريلز او مقاطع صغيره، لا بتعمل فيديوهات كبيره. هبتدي احفظ الصوت زي ما انت ما شايف، انا حفظت الصوت كده. الفيديو الاولاني بتاع الفرخه معاه الصوت بتاعه كده، احنا بنجهز الدنيا للمونتاج كده. انا محتاج الخطوه الثانيه، فعشان اروح اجهز الخطوه الثانيه كالعاده هروح ابتدي اخد الكلام ده كده كله كده كوبي، وبعد كده هرجع لميني ماكس، ابتدي افضي الكلام ده كله كده، وبعد كده احطه هنا، وبعد كده هضغط على كلمه جنريت. بعد ما يخلص هلاحظ ان مده الصوت بقت حوالي 48 ثانيه زي ما انت ما شايف. هو ده الصوت، تمام. عشان احفظه بضغط على المكان بتاع الداونلود بالشكل ده، بيبتدي يعمل له داونلود. ابتدي احفظ الصوت الثاني كده. احنا حفظنا الفيديو الاولاني بالصوت بتاعه، الفيديو الثاني بالصوت بتاعه، وفاضل الفيديو الثالث. كالعاده نفس الكلام، هروح لشات جي بي تي ابتدي انسخ الكلام بالشكل ده كوبي، وبعد كده هروح لميني ماكس ابتدي افضي الكلام ده كده واحطه هنا، وبعد كده هضغط على جنريت. تمام. بعد ما اخلص هلاحظ ان الفيديو مدته دقيقه 40 ثانيه. هبتدي اضغط على المكان ده بتاع الداونلود كده، الصوت الثالث كده، كل فيديو مع الصوت بتاعه. فاضل الفيديو الرابع والخامس. هروح اجيب الرابع زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، له الصوت او الوصف الرابع، وبعد كده هضغط على جنريت. هلاحظ ان الصوت ده مدته دقيقه كامله، وبعد كده هضغط على المكان بتاع الداونلود ده كده. فاضل الاخير وهو تقديم الطبق. تمام. هبتدي اخد الكلام بتاع تقديم الطبق او الخطوه الخامسه، وبعد كده هروح هنا كالعاده افضي الكلام ده، وبعد كده هضغط على جنريت. Finish and serve the بعد ما يخلص الخطوه الاخيره هبتدي اضغط على داونلود. تمام. هو كده خلاص عمل داونلود كل فيديو المقطع الصوتي بتاعه. الخطوه دي بقى هي خطوه الابداع من الاخر كده، انت ولمستك، انت وبرنامج المونتاج اللي انت بتحبه. يعني انا عشان على الكمبيوتر هبتدي افتح كامتازيا، افتح فيلمورا، افتح ادوبي بريمير، افتح اي برنامج مونتاج انا بشتغل عليه، ماشي. انت على التليفون تفتح كاب كات، تفتح اي برنامج مونتاج انت عايزه. هي دي المقاطع، وانا مسمي كل فيديو قدامه المقطع بتاعه عشان ما تلخبطش. كامتازيا بيقول لي الله عليك ده انت بني ادم منظم، كل فيديو قدامه المقطع الصوتي بتاعه. عشان بحط له الابعاد السليمه ببتدي اختار كلمه بروجكت سيتنج، بعد كده ببتدي اختار من هنا 1920 في 1080. لو على كانفا او على اي برنامج لازم تتاكد ان الابعاد بتاعه الفيديو سليمه. فانا ابتدي احط له الفيديو بالشكل ده. لاحظ ان الفيديو صغر، ابتدي اكبره بالمنظر ده عادي جدا، الجوده هتفضل كويسه. تمام كده. انا عشان ابتدي اشوف النتيجه زي ما انت ما شايف، هي دي النتيجه. طيب دلوقتي انا عندي المشكله الثانيه ان الفيديو مدته صغيره. انا عندي الصوت مدته، لو خدت الصوت حطيته تحته في التراك اللي تحته كده، هلاحظ ان الصوت كبير قوي على الفيديو. طب عشان احل المشكله دي ازاي؟ هلاحظ التالي. انا دلوقتي هكبر الفيديو ازاي؟ بص ركز معايا. هلاحظ ان الفيديو بيتكرر من الثانيه دي، يعني من الثانيه دي الفيديو بيبتدي يتكرر. هو نفس الفيديو بيتكرر، نفس التقليبه بالظبط بتتكرر. فابتدي اخد الفيديو بالشكل ده كوبي، تمام، وابتدي اقعد انسخ فيه لحد ما يشبع، لحد ما يشبع حرفيا. يعني بص اخد دول كده اضمهم على دول كده. ده الفيديو الاولاني بتاعي، ماشي. هخش على الفيديو الثاني اللي هو ده بتاع الملوخيه، ماشي. وفي نفس الوقت الفيديو شغال فوق زي ما انت ما شايف، حلو قوي. ابتدي بعد ما انزل الفيديو الثالث كده اللي هو بتاع الطشه كالعاده تمام. اللي عملته هنا زي ما انتم شايفين بالتعليق الصوتي هو اللي هعمله في الفيديو الرابع. ده الفيديو الرابع، تمام. كالعاده هكبر الصوره بالمنظر ده، ماشي. وكالعاده هضيف الصوت بالمنظر ده عشان اقدر اعرف انا محتاج قد ايه في تكرار التراك نفسه. تمام. جينا للخطوه الاخيره.
بس كده كده احنا يعتبر خلاص خلصنا. زي ما انت ما شايف هو ده كده الفيديو. احنا بمنتهى البساطه بعد كده ممكن نعمل ريندر او حفظ للفيديو. كده احنا معانا فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت ليه تعليق صوتي اجنبي، وفي نفس الوقت الفيديو شكله احترافي بالكامل. اتحداك تجيب لي قناه طبخ شغاله بالشكل الاحترافي ده. بعد كده هضغط على كلمه شير. دلوقتي هو بيعمل ريندر، الفيديو خلاص بيتجهز. مجرد ما الفيديو يخلص هوريك النتيجه النهائيه. طيب تعالى اوريك النتيجه في الاول قبل ما نبدا نعمل اي حاجه. Prepare the stock and chicken the زي ما انت ما base of شايف دي everything. النتيجه، في تعليق صوتي اجنبي. الفيديو احترافي جدا 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 فوق مما تتوقع. طيب خليني اجري بس كده حتت في الفيديو، عايز اوريك حاجات. زي ما انت ما شايف كل ده احنا عملناه وبنعمله بالذكاء الاصطناعي. يا جماعه الموضوع حرفيا جامد جدا فوق مما تتخيل. دي الطشه بتاعت الملوخيه. زي ما انت شايف هو بيقلب الطشه اهو، وهيرمي الطشه دلوقتي على الملوخيه. خليني اوريك. احنا عاملين فيديو مدته 5 دقايق و17 ثانيه زي ما انت ما شايف. طيب خليني اوريك كمان التقديم النهائي بتاع الملوخيه. طبعا هما بيقولوا ملوخيه مش ملوخيه، التقديم اجنبي بشكل كامل. طيب تعال نشوف دلوقتي ازاي نقدر نعمل كاستمايز للقناه بتاعتنا. في البدايه هروح افتح اي قناه يوتيوب قديمه، يعني انت فاتحها بقالك شهرين 3 4 5 6 7، ما عندكش قناه قديمه، خلاص ابدا قناه يوتيوب جديده عادي جدا. وبعد كده هنبتدي نعمل لها تهيئه كامله لمحركات البحث. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ مجرد ما افتح القناه ببتدي اضغط على كلمه الاعدادات، وبعد ما ابتدي اضغط على الاعدادات بضغط على كلمه القناه. بتظهر عندي بعد كده الكلمات الرئيسيه بتاعه القناه. طبعا الكلمات الرئيسيه اللي انا بستهدف بيها الجمهور بتاعي ببتدي اعمل حذف كده، ونبتدي نكتب كلمات رئيسيه حلوه تناسب القناه. طيب عشان اعمل الكلام ده هعمله ازاي؟ هروح لموقع شات جي بي تي وهبتدي اكتب له التالي. هقول له انا بعمل قناه يوتيوب جديده للطبخ، والقناه دي اجنبيه. اقترح عليا اسماء قنوات تكون ليها علاقه بالطبخ، وابتدي اضغط على انتر، ويبتدي هو يحلل الكلام اللي يعني انا عاجبني كلمه كوكينج فايبس دي. تمام، ابتدي انسخها كده كوبي. هو ده الاسم اللي احنا بنشتغل عليه، هو الاسم السابع. تمام، هقول له عجبني الاسم ده اللي هو الكوكينج فايبس ده. تمام، اكتب لي وصف احترافي للقناه، وبعد كده هبتدي اضغط على انتر. تمام، ابتدى دلوقتي يحط لي الديسكربشن او الوصف، وهو كتبه لي انجليزي اساسا. ليه؟ لان انا قلت له ان القناه بتاعتي انجليزيه. تمام، بعد كده هقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه رئيسيه. تمام، وبعد كده هضغط على انتر عشان يبتدي يحط لي كلمات مفتاحيه رئيسيه ليها علاقه بالطبخ. تمام، هبتدي احط له الكلمات دي، هنسخهم كلمه كلمه بالشكل ده، وبعد كده هروح احط له الكلمات الرئيسيه بتاعتي هنا. زي ما انت ما شايف كتبت له شويه كلمات مفتاحيه، ببتدي اضغط على كلمه حفظ. دلوقتي انا حفظت خلاص الاعدادات بتاعتي. دلوقتي انا المفروض ان انا هغير الاسم واللوجو، ابتدي اضغط على اللوجو بتاع القناه، وبعد كده اضغط على كلمه قناتك بالشكل ده، وبعد كده هضغط على كلمه تخصيص القناه. تمام، المفروض ان انا هغير الاسم والمعرف والوصف. دلوقتي الاسم احنا خلاص اخترناه من شات جي بي تي، وهو ده الاسم بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، اللي هو الاسم السابع اللي قلنا اخترناه ده. ابتدي انسخه كده واحطه هنا، ده الاسم بتاعي. وبعد كده الوصف، هروح اجيب الوصف احنا خلاص عملناه، هو ده الوصف. تمام، وبعد كده هبتدي اضغط على كلمه نشر بالشكل ده. تمام، انا كده حفظت الاسم، فاضل لي اللوجو والبانر. هقول له اعمل لي لوجو احترافي للقناه، وبعد كده هضغط على انتر. تمام، مجرد ما يخلص هلاحظ ان اللوجو بقى احترافي وجميل جدا. هبتدي اضغط على داونلود بالشكل ده. كده احنا جهزنا اللوجو. هبتدي اضغط على تغيير في المكان بتاع الصوره، وبعد كده هختار اللوجو بتاعي زي ما انت ما شايف، هو ده اللوجو. هبتدي اضغط على تم، هلاحظ ان اللوجو بتاعي اتحفظ، وبعد كده هضغط على نشر. تم نشر التغيرات. تمام، احنا كده غيرنا اللوجو، غيرنا الاسم، غيرنا الوصف، غيرنا الكلمات المفتاحيه. كده احنا فاضل ان احنا نبتدي نرفع في الفيديوهات اللي احنا عملناها. عشان اعمل الكلام ده هرجع لشات جي بي تي، هقول له انا بعمل فيديو عن طريقه عمل الملوخيه بالطريقه المصريه. تمام، وعاوز عنوان اجنبي للحلقه، ووصف احترافي، وكلمات مفتاحيه جيده، وبعد كده هضغط على انتر. تمام، هو خلاص ابتدى يسمي لي الفيديو، وهي طريقه عمل الملوخيه، الوصف الاحترافي بتاعي، الكلمات المفتاحيه بتاعت الفيديو. دلوقتي انا هبتدي احط الاسم بتاع الفيديو، هو ده الاسم بتاع الفيديو، احنا عرفنا طبعا نجيبه ازاي. تمام، وبعد كده هبتدي احط الوصف بتاع الفيديو او الديسكريبشن بتاع الفيديو، او الديسكريبشن،
وبعد كده انا ناقص الكلمات المفتاحيه بتاعه الفيديو، هي دي الكلمات المفتاحيه. ابتدي احط الكلمات المفتاحيه بالشكل ده. تمام. بعد ما حطيت الكلمات المفتاحيه او شويه كلمات مفتاحيه، عشان اعمل صوره مصغره كويسه كالعاده هنلجا لشات جي بي تي، وهروح هنا اكتب له اعمل لي صوره مصغره للفيديو. كده احنا معانا صوره، معانا فيديو جاهز، معانا محتوى للفيديو، معانا قناه احترافيه مهيئه بشكل كامل لمحركات البحث. انا ناقص اشتغل مكانك قسما بالله، يعني عملنا كل حاجه كده. بس كده اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم خالد، دي كانت قناتكم سيبونا اتعلم. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.